ازيكم؟ في مدير بينور الموظف وفي مدير بيطفيه. تخيل كده لو جاتلك فرصة تعمل لمديرك انترفيو، هتشوف ايه؟ أنا مريم أبو الفتوح، وده برنامج في الشغل من مسارات. مع الوقت والخبرة في الشغل هتلاقي إن في أنواع كتير من المديرين، زي مثلا المدير التايه. ده المدير اللي أهم قاعدة في حياته تعلم القليل عن كل شيء أفضل من التعلم الكثير عن شيء واحد، بس اللي ما يعرفوش إنه لازم يعرف أكتر عن كل حاجة طالما وصل للمنصب ده. وخد عندك بقى يا سيدي سوء تفاهم، اوردرات غلط، وبالتالي هتبقى دايما مقصر بالنسبة له. طيب ده نتعامل معاه ازاي؟ ببساطة البريف الصح بيطلع شغل صح. اقعد معاه وافهم منه كل طلباته بهدوء، وافهم هو عايز ايه بالظبط عشان تعمله صح. في بقى نوع من المديرين اسمه المدير المتأخر، وده نوع صعب جدا لأنه دايما بيدخل عليك بشغل كتير جدا، ودايما الشغل عنده مستعجل، مفيش ترتيب أولويات، والتيم كله بيتساحل في 50 حاجة. طب وده حله ايه بقى؟ ببساطة حله انكم تتفقوا على فكرة تقسيم الشغل وتحديد الأولويات، وان مش كل حاجة بتطلب هينفع تخلص في ساعتها، ولازم تتفقوا على الوقت المتوقع اللي هتخلص فيه كل تاسك. في نوع بقى من المديرين اسمه المدير الحزين. ده بقى حكايته حكاية، لأنه على طول حاسس إن في أحسن، وحاسس إن كان يطلع منكم أحسن من كده. ده في بعض الأوقات بيكون مفيد، بس الكتير منه بيبقى مضر، لأن الشغل بيتحول لمكان حزين للكل. طيب الحل إنك تفكروا مع كل شغل جديد حلو إنه أحلى من القديم. شاور له على الحلو، علشان مشكلته الوحيدة إنه مش شايف، وهتدعيلي. لو بتدور بقى على مدير دمه خفيف، فأكيد هتقابل المدير النشيط ملك الإيجابية. لو قررت تغير العالم خده معاك. وفي الشغل طبعا هزار وضحك، ودايما عايز يخلي التيم كده كله بيحب بعضه. طيب ده حله ايه؟ لا ده ملوش حل الصراحة، دمه شربات، لأنه ما عندوش أي مشكلة خالص وسهل تتعامل معاه، بس يعني لو في مصيبة ابقى حذره احتياطي. عارف بقى ايه أصعب أنواع المديرين؟ المدير المتسلط. ده فعلا صعب تشتغل معاه، أسئلة وطلبات تحسها كلها طالعة من أزمة ثقة. هيحسسك إنه الوحيد اللي خايف على الشغل، وإنه لو ما فهمش كل تفصيلة الشغل هيبوظ، وطبعا هيبقى دايما عايز يعلمك حاجة جديدة هو بس اللي عارفها. طيب والحل؟ التعامل مع الطبع ده بشكل هادي، من خلال انك تكون على تواصل مستمر معاه خطوة بخطوة. حطوا خطة واضحة للشغل، وحددوا سوا كل تاسك، وخلي بالك عشان ما يأثرش على ثقتك بنفسك. ما تنساش بقى تقول لنا في الكومنتس عن نوع مديرك وبتتعامل معاه ازاي، ونتقابل الحلقة الجاية.